ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده مولد السيد البدوي، بما اني في طنطا ومن طنطا هنقل لكم ان شاء الله كل حاجه بتحصل في اليوم ده، من شرك، من كفر، من ناس جهله يا عيني ما تعرفش حاجه، ماشيين مع الناس اللي هم ضاحكين عليهم ومفكرينهم ان السيد البدوي ده ولي من اولياء الله الصالحين. وطبعا السيد البدوي غير كده خالص. السيد البدوي كان يزعم ان هو من اهل الخطوه، وكان سطوحي، ما كانش بيصلي، وكان يتبع ان هو يزعم ان هو بيروح يصلي الصلوات في مكه وفي المدينه، ويقول لهم انا صليت حاضر النهارده في الحرم، وحاجات غريبه كده. وتقدر تراجع كل الكلام ده من الشيخ عثمان الخميس. طبعا قصه البدوي قصه طويله جدا، وكان جاي من المغرب اصلا، ملوش اي لازمه، جه واتخذ مكان اللي هو المسجد ده بيت ليه، وكان بيقعد على السطح، ما كانش بيصلي، وكان بيعمل افعال ملهاش علاقه بالاسلام خالص، وكان يعني شبه دجال يعني. ف نستشهد بس بآيات من سورة الأعراف للناس اللي هي بتروح تقول مدد يا بدوي ومدد يا مش عارف ايه، وارزقني يا بدوي واشفي لي يا بدوي والحاجات ديت. استغفر الله يعني منها، كل ده الإسلام بريء منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. دي في أول سورة الأعراف. في آخر سورة الأعراف القرآن الكريم بيقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني اللي انت رايح تقول له مدد يا ده يا بدوي، ده عبد زيه زيك أصلا، ومدفون تحت الأرض، ملوش نفع ولا ضرر يعني. وثانيه واحده بس، الصوفيه بيزعموا ان هم بيحبوا سيدنا النبي. هل سيدنا النبي كان بيعمل الافعال دي؟ هل كان بيروح للصالحين ويتمسح في الاضرحه بتاعتهم ويبوس الاعتاب ويقول له مدد يا مش عارف مين، ومدد يا ايه، ومدد يا ايه؟ كل ده طبعا كلام ملوش اي اساس من الصحه، وكل ده الاسلام بريء منه. وطبعا لو جينا في سوره مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه 90: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ده للناس التانية اللي هم بيقولوا إن ربنا له ولد وله شريك في الملك وكده. تعالوا بقى إيه للناس اللي هم مفكرين إن ده ولي وليه كرامات، وده مش عارف إيه، وده وسيط بيننا وبين ربنا والكلام ده. قال لك إيه بقى؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني أي حد في السماء وفي الأرض رايح لربنا عبد من عباد الله. هو ربنا الواحد الأحد بس. ما ينفعش تسيب ربنا وتروح تطلب المدد من واحد ميت ملوش لا نفع ولا ضرر، وتتدروش تقعد تعمل لي كده ومش كده ومش كده. فكل ديت خرافات. النهارده للاسف هوريكم كل ده ان شاء الله. ربنا يهديهم ويهدينا جميعا ان شاء الله، وربنا يهدينا للطريق الحق ويهديهم للطريق الحق، لان الناس دي في ضلال بين. وطبعا يعني في برضو ايات في سورة الكهف عايز برضو استشهد بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني بالمختصر المفيد كده، كل اللي هم بيعملوه دول مفكرين ان هو طاعه وبياخدوا عليه حسنات. للاسف هم بياخدوا سيئات على اللي هم بيعملوه ده، وكل اللي بيعملوه ده ملوش لازمه، وهيترد في وشهم، ويوم القيامه هيعرفوا ان هم كفروا بايات ربنا. النهارده ان شاء الله هوريكم كل حاجه بتحصل في مولد السيد البدوي او مولد احمد البدوي. كملوا الفيديو للاخر. ما تستغربوش بس في اول الفيديوهات اللي بعد الفيديو ده على طول هتلاقوا فيديوهات قديمه دي قبل المولد ب3 ايام، عشان برضو ايه اعيشكم الاسبوع كامل، لان انا رحت وصورت كذا حاجه على مدار الاسبوع، فلازم كلكم تشوفوها وعيشوا مع الفيديو. فزروا انا فين؟ ايوه انا عند ايه البدوي. بصوا بقى، هنا هيتعمل المولد، بيعملوا في المكان اللي هناك ده مكان المسرح اللي هيكون فيه بيجي فيه التهامي، ويجي فيه ناس كتير قوي. طبعا هنا الامن شادد شويتين 3 4 5. تعالوا كده نسأل اي حد ماذا كان يفعل السيد البدوي، او هتيجي يوم المولد ولا لا. تعالوا ما نختار حد كده يا جماعه. واحد خايف، نجيب الراجل ده. حاج تطلع معاه في الفيديو، تطلع معاه في الفيديو عشان مولد البدوي.
هتيجي؟ هتيجي؟ هتيجي المولد؟ انت منين؟ إيه؟ من أشمون. من اشمون؟ وانت هنا من امتى؟ ممكن اطلعك في الفيديو لو حابب. طب ماشي. طب بتيجي هنا من ايه؟ جاي هنا من بقالك قد ايه؟ بقالي ساعة. بقالك ساعة، هتفضل بقى قاعد اليوم ايه؟ وهقعد ساعة كمان. تقعد ساعة كمان عشان البدو. طب هو كان بيعمل ايه بقى؟ الحمد لله. ماشي يا حاج. يوم الخميس بقى نبقى نتقابل هنا. بإذن الله. ماشي يا حاج. انت جاي انت المولد؟ لا جاي المولد؟ تطلع معانا؟ تطلع معانا عندنا القناة بتاعتي على تيك توك اسمي ادم محفوظ. يا مرحبا. تطلع؟ عاوز ايه بس قول بس. تطلع هتيجي المولد ولا لا؟ ما احنا جايين المولد اهو. ما هو النهارده ده لسه باقي يومين. لا ده احنا العيله بتاعتنا بتيجي من اول من قبل المولد ما يبدا باسبوع. بجد والله؟ والله احنا من بنها. بجد؟ تيجي تقعد فين بقى؟ قاعدين في سيجر. في سيجر. طب جنب الصاري كده. ايه المفيد اللي انت بتاخده من المولد؟ مش المفيد، احنا طلعنا لقينا الجدود بيطلعوا بذبايح وبيطلعوا بكل حاجه هنا. عشان خدمه يعني. عشان البدو. عشان البدو. كده احنا طلعنا لقينا كده. ماشي يعني احنا طلعنا لقينا كده. والحمد لله من ساعتها واحنا طبعا بقالنا سنين هنا، اخوالي وامامي وكله بيجوا هنا. بس خليك دايما فاكر ان المدد من الله بس. ما احنا عارفين الكلام ده. احنا عارفين الكلام ده، بس احنا بقى عارفين الجدود ما احنا الناس يقول لك ده مش حرام. عادات وتقاليد. الناس بيقولوا كده. لكن الملايين اللي جايه دي كلها الملايين اللي جايه دي كلها جايه تعمل ايه؟ لو هم مثلا عارفين ان الراجل دي كذا ولا الشيخ دي كذا جايين يعملوا ايه؟ الملايين. ده بص يوم الخميس ده هتلاقي متحفر هنا. انا عارف. ماشي يا حاج. عاوز حاجه؟ ماشي. شفتوا يا جدعان الاراء للاسف. عايزين نشوف حد تاني. يا سيدة بدو. بقى ايه نطلع. حلو. ناس كتير قوي موجوده هنا. مش ناس كتيرة مستنيين هنا. بيكون اليوم ده هتلاقوا بقى في النافورة دي ناس كتيرة جدا بتكون موجودة. مش عارف مين في صورة واحد عبيط قوي هناك. استنى اوريها ثانية. انا بجد مش عارف ايه ده. بجد يا عباد الله حبوا ليس بعد الحب فرض. ما اعرفش مين ده بقى. خادم اهل البيت. ما اعرفش مين ده. معرفش الاضاءة مظبوطة ولا لأ، بس ده بقى ايه بقى سوق جنب السيد البدوي بقى في مول بنظام كده ايه كله بقى حلويات وكده. تعال ايه رايك؟ احلى شويه حمص تخنين. تدخل في الفلوج بتاع السيد البدوي. الرشاده ورسول الله ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. انت طيب ايه؟ حاضر. ناس جميله يا جدعان. ادوني شويه حمص. طنطا جميله والله. اللي انا فيه ده بقى دلوقتي اسمه سوق الخان. يفكرني بسوق الخان بتاع ارطغرل. نفس الفكره ونفس كل حاجه. بس بيبيعوا لبس وبتاع. الدنيا زحمه قوي. بس انا كتير قوي كده مش زحمه يعتبر. احنا دلوقتي في مولد السيد البدوي. خلف كل دول جايين علشان اي كلام. محدش فيهم فاهم حاجه. كل دول ما فيش اي حاجه.
بصوا يا جدعان ده في حاره، يعني احنا لسه ما رحناش اصلا السيد البدوي. عم موسى عبد النبي وكل صحبته ومجاله بنصبح عليه حبيبي عبد الله. عبس عبس الامر اهي. ايه استنى بس بتكلم. دي البوظه بقى دي. ايوه انا عارف. يا جماعه طبعا شفتوا الخمره، اشربوا خمره، بيعملوا كل حاجه حرام، كل حاجه حرام انتوا تتوقعوها. شاور اشربوا خمره اهو الرجاله اهو. تعال البطاطا طبعا مليطه هنا عشان بس اللي يقول له السيد البدوي راجل صالح وبتاع، هم بيحتفلوا بخمره وحشيش وكل حاجه هنا. يلا لسه كل ده ما رحناش للسيد البدوي. الست ايه مبسوطة كينج عشان تحتفل بالسيد البدوي تشرب خمرة 15% بس، أكتر من كده لا. يعني بصوا يا جماعة الريحة صعبة والأجواء صعبة قوي، مش قادر. الوضع صعب، اقسم بالله الوضع صعب قوي. عايز اقول لكم ان كده طبعا عشان ما نظلمش الناس، مش كله جاي عشان يطلب منه حاجه، وكل ما في ناس جايه زي مثلا عادي بيشوفوا الاجواء وبيصوروا كده، مش كل دول بيطلبوا المدد وكده. معظم الناس هنا في ناس كتيره عاقله وعارفه ان الحوار ده كله حرام، بس جايين يتفرجوا بس مش اكتر. يا جماعه قسما بالله الاجواء هنا يعني في بتاع مليون واحد في المربع اللي احنا فيه ده، انا مش عارف دول جايين من ايه. انا مهما اوصف لكم المنظر مش هتتخيلوه، حاسس انها في كربلاء بالظبط، صح؟ نفس الاجواء صح؟ حبيبي يا ريس نفس الاجواء في كربلاء بالظبط. بتحب السيد البدوي؟ بحبك يا سيد يا بدوي. بس يا عم ده عمي يا جدعان، بس الدنيا ضربه شويه
عم عصام خش عم عصام. زي الفل. خش يا بابا. أهلا. سلم على السيد البدوي. حبيبي يا سيدة بدوي. انا للاسف في حاجه عايز اعملها بس مش عارف ومش قادر من كتر ما العدد كبير قوي. انا كنت عايز اوقف ناس واسالهم بس مستحيل مستحيل. ماما بقى ماما البلد. ماشي يلا عشان ست كبيره ما ينفعش اصورها فكروا راجل. يا جماعه الدنيا هنا غريبه. باب الله لا يغلق. الدنيا جوه بوال تاني. نتعشى. انت جاي من ايه؟ سؤال. من سوهاج؟ ايوه شفت وانتوا كمان من سوهاج؟ من سوهاج عشان المولد والله. ليه بقى ليه؟ احنا بنحبه كل سنه. كل سنه لازم يجي المولد. بجد والله لازم. اقسم بالله لازم. طب ايه المفيد؟ المفيد اهو بس اشوف الناس. انت بتيجي بتتبسط مالكش دعوه باللي جوه. بتبسط بس ما واهم حاجه اشوف محمود ياسين التهامي. احلى زماره. السيد البدوي راح الامم ولا ايه؟ السيد البدوي احلى زماره. زمر اقوى منك على فكره. اقوى بقول لك السيد البدوي. ايوه خلاص. مع الوضع خطر. يا شباب فيديو. قصدت بابك ودير بابك ما قصدتوش ادي الباب مفتوح. دلوقتي يا جدعان انا مش عارف هو انا مش عارف هو سيد البدوي في افريقيا ولا ايه، ما اعرفش. المنطقه دي اسمها الساري. انا ما اعرفش انا فين ولا عارف ايه ده ولا اي حاجه. حلقات الذكر بقى جوه. حلقات الذكر. الطريقه الشاذليه قدامك اهي. الطريقه الشاذليه. فين بقى السيرك؟ كان ورا. بقى منصوب هنا. ابويا بقى اللي بيعرفنا الحاجات هنا. تحية خاصة من الحاج سيد الفخراني الحاج غني الفخراني. خسارة في أئمة الأزهر والله. عند الجميع يا رب. لا بس بصراحة اللي رجعني الشغل تاني المنوفية. لولا مولد البري ما كانش موجود. ما كانش موجود النهارده. مدد يا كلهم. مدد يا أهل الدين. مدد يا أهل الدين. ابويا بيعمل ايه يا جدعان؟ وزوار سيدي احمد البدوي حبيبي انت طيب الله يخليك.
ان شاء الله لو في نصيب. احنا الحمد لله بنا كويسين، الحمد لله بنا كويسين. شلها يا شيخ العرب، مدد يا كلهم. بقول لك مدد يا كلهم. الله يخليك، الله يديك الصحة، منورة بيك. والحاج في تحية خاصة عشان خاطر كل ولاد البهتيمي، عمد الأيوبية، أولاد البهتيمي. الحاج بيومي راح فين؟ العميد محب العشري، المهندس عصام منور طنطا وصحبته ومجاله، كل ولاد البهتيمي يعني الأيوبية وعمد الأيوبية، وآدم محفوظ يا عم الحاج، ونسر الأهلي يا عم الحاج. ايوه يا بابا. ونسر الاهلي يا عم. الاعداد مش طبيعيه، مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، بس الاعداد مش طبيعيه قسما بالله. انا اول مره اشوف المنظر ده، ملايين ملايين، كل واحد جاي بالطريقه بتاعته بالشيخ بتاعه. انا صوتي راح. كل ده هبل، كل ده ضلال. بصوا بقى بصوا بقى. دلوقتي دي الطريقة الرفاعية.
تذكرة السرب تذكرة مخففة. تحسوا يا جدعان ان احنا في افريقيا بالزمامير دي. منك لله يا بدوي، منك لله يا بدوي. يا عيني. ايوه يا ابو عم. سيدي يا بدوي، يا سيدي يا بدوي، يا سيدي يا بدوي.